تخيلوا معايا واحد الام طلبت من بنتها تمشي للحانوت تجيب ليها الصابون ديال الغسيل. البنت مشات عادي، ولكن ملي رجعت مسكينه كتزحف في الارض، وجهها والجسم ديالها كاملين مجروحين، لابسه غير العبايه وتحت منها كانت عريانه، وزيد عليها ما كانتش كتشوف. الام ملي شافت بنتها بهذه الحاله طاحت كتغوت، وتجمعوا الجيران والعائله وبداو كيسولوا البنت شنو وقع لك وشكون اللي دار فيك هذه الحاله. ولكن البنت كانت صغيره ومصدومه وما قادراش لا تهضر لا تجاوب لا تتكلم. من بعد ما هدؤوها وداوها المستعجلات، ومنين ولات قادره تهضر قالت لهم محمد هو اللي دار فيا هذه الحاله كامله. قضيتنا وقعت في مصر، وبالتحديد في مدينه بلابيس في حي سميتو مساكن الشيخ عمر. شيماء كانت بنت يتيمه في عمرها 14 عام، ما عرفتش باها حيت توفى وهي صغيره، وخلاها هي وخوتها مع امهم رضا. الام كانت مرة بسيطه مسكينه، من بعد وفاه الراجل ديالها ما بقى عندها حتى سند.